بهذا الفيديو رح اوضح لك ليش انت ما لازم تدخل على غرفة الرنين المغناطيسي وانت لابس سلسلة معدنية او اي جسم معدني اخر. انا الدكتور بشر الكيلاني، ولو انت اول مرة بتشوف هي الصفحة فبنصحك تشترك، لانه نحن قربنا نوصل ل1000 مشترك على اليوتيوب والمحتوى رح يعجبك اكيد. بيوليو 2025 كان كيث ماكاليستر البالغ من العمر 61 سنة برفقة زوجته اللي كان في عندها مشكلة بركبتها. لحد الان كل شيء تمام، وكيث دخل غرفة الرنين المغناطيسي وما كان في أي مشكلة. بس الورطة بلشت لما كان كيث مرتدي قلادة ثقيلة كان بيرتديها عادة أثناء التدريبات الخاصة بالقوة، ومع أنه الموظفين شافوا السلسلة عليه من قبل بس سمحوا له بالدخول بينما كانت الآلة بوضع التشغيل. ولما حاول كيث الاقتراب من زوجته جذب المغناطيس السلسلة بقوة مفاجئة. حاولت زوجته والفني سحبه بعيدا بس هو اندفع بعنف نحو فتحة الجهاز. قوة الجذب الرهيبة سحبت كيث باتجاه زوجته ووقع بين إيديها بدون أي حراك. لاحقا وبسبب تعرضه لعدة نوبات قلبية فارق الحياة بالمستشفى بعد عدة ساعات. مشان هيك أغلب المحققين والخبراء اللي بيشتغلوا بالمستشفى بيوصوا بإزالة أغلب الأجسام المعدنية من على جسم الإنسان قبل دخوله لغرفة الرنين المغناطيسي. بس أنا الشيء اللي مو داخل مخي الموظفين يلي عم يشتغلوا بهداك المكان. يعني يا رجل، انت اصلا وظيفتك ارشاد الناس للتعليمات الصحية اللي بتضمن سلامتهم، فانت كيف تجي بتشوف انسان لابس سلسلة معدنية بهذا الحجم وبتتركه يدخل على غرفة الرنين المغناطيسي؟ فانتوا برأيكم على مين الحق؟ هل على الموظفين او على كيث نفسه بسبب جهله؟ تحياتي للجميع.